بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو دوت ان شاء الله هنحل مع بعض امتحان الوحدة الثالثة من كتاب جيم. اول سؤال طبعا الديالوج. نادر thinks AI will be much smarter and faster in the future. نادر بيعتقد ان ال AI الذكاء الاصطناعي هيكون اكثر ذكاء واسرع في المستقبل. يوسف بيقول له What do you think AI will be like in 10 years؟ تفتكر شكل ال AI الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه في المستقبل كمان 10 سنين؟ دي اصلا الاجابة موجودة في العنوان ذات نفسه بتاع الديالوج. هبدأ بس بكلمة ايه؟ I think، أنا أعتقد. I think AI will be much smarter and faster in the future. هي هنا. بعد كده yes it will help doctors. هتبقى will it doctors help في الطباء. أقدم بس وأخر. بعد كده it will help them in surgeries في الجراحات. هقول how كيف will AI help them أو help doctors. ازاي الذكاء الاصطناعي هيساعد الأطباء؟ فأقول تحت إيه؟ هيساعدهم في الجراحات. Can it become smarter than humans؟ ممكن يبقى أذكى من البشر؟ No it can't. لا، لن يستطيع. Humans have emotions and ideas. لأن البشر عندهم مشاعر وعندهم أفكار، والحاجات دي كلها إيه؟ لا يمتلكها الإيه؟ الذكاء الاصطناعي. Do you think we will use AI at school every day؟ Yes I do. اكيد طبعا ممكن نشتغل ايه، نبدا نستخدم الذكاء الاصطناعي في المدارس بعد كده في المستقبل ان شاء الله. بعد كده هنا بقول ايه، In a small town some students wanted to build a garden for their community. في مدينة صغيرة بعض الطلاب كانوا عاوزين يبنوا حديقة من أجل مجتمعهم. The first try didn't work out. يعني أول محاولة لم تعمل بشكل ايه جيد. But they didn't quit. بس هم برضو ايه ما استسلموش. They wanted to bring a stronger watering system. كانوا عاوزين يعملوا ايه؟ نظام ري قوي. So it will be added next week. سوف يتم اضافته الاسبوع القادم. They asked for donations. طلبوا تبرعات، تمام كده. And worked hard. وعملوا بجد. The team stayed motivated and cared about their goals. الفريق كان متحفز جدا وكان ايه مهتم وبيرعى هدفه. With determination. مع الإصرار والعزيمة. They turned their disappointed to a great success. حولوا إحباطهم إلى إيه؟ لنجاح عظيم. بعد كده هنا مع بعض الباسج القطعة. AI will play a big role in the future. الذكاء الاصطناعي هيلعب دور مهم جدا وكبير جدا في المستقبل. It will be used in schools, hospitals, cars and even space travel. هيتم استخدامه في المستشفيات والمدارس والسيارات وحتى في رحلات الفضاء، السفر للفضاء. In schools AI may teach a student or help them with their homework. في المدارس الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الطلاب، تمام كده، انه يدرس لهم وحتى يساعدهم في عمل الواجب. In hospitals في المستشفيات it will help doctors treat patients faster. هيساعد الأطباء إنه يعالج المرضى بشكل أسرع. Driverless cars will use AI to move safely on roads. حتى السيارات اللي زيادة القيادة أو بدون سائق، تمام كده، هيستخدم الذكاء الاصطناعي عشان إيه؟ تبقى آمنة على الطرق. Even in space. حتى في الفضاء robots with AI may help astronauts on long trips. الإنسان الآلي، تمام كده، أو روبوتات بشكل عام بيستخدم الذكاء الاصطناعي هتساعد رواد الفضاء في الرحلات الطويلة. But with all these changes. بس مع كل هذه التغيرات humans must stay in control. لازم يكون المتحكم مين؟ هو البشر. AI does not think the same way we do. لأن الذكاء الاصطناعي ما بيفكرش بنفس الطريقة اللي بنفكر فيها. It follow what it is told. If used the wrong way AI could cause problems. لأنه بيتبع قواعد معينة وبيتبع اللي بيتقال له اعمل كذا فبيعمله، تمام كده. لو تم استخدامه بشكل خاطئ الذكاء الاصطناعي يعمل ايه؟ ممكن يعمل مشاكل كبيره جدا، ممكن يسبب كوارث. That's why people are making rules for using AI safely. ولهذا السبب الناس بتعمل قواعد معينه لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل آمن. The future will be full of smart machines but people must guide them. المستقبل يكون مليء بالكثير من الآلات الذكية ولكن البشر محتاجين يرشدوهم. AI is a tool not a leader. الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن أداة وليس قائد. Used wisely AI can help us solve many big problems around the world. عن طريق استخدامه بشكل أكثر حكمة، تمام كده، الذكاء الاصطناعي يقدر يساعدنا في حل معظم المشاكل الكبيرة حول العالم. أول سؤال هنا choose، اختر. The passage mainly talks about how AI will be used in many areas in the future. يتم استخدامه أكثر من استخدام في المستقبل.
بعد كده people must يبقى control how AI is used، لازم تحكموا في ايه زي الذكاء الصناعي يتم استخدامه. بعد كده where are some places AI will be used in the future، هقول موجودة فوق it will be used in schools, hospitals, cars and even space travel. ده السؤال الثالث. السؤال الرابع it is important to control AI. ايه تحكم في الاي AI؟ لان هقولها اهو استخدام خاطئ if used the wrong way، لو احنا استخدمناه بطريقه خاطئه AI could cause problems، ممكن يسبب ايه مشكلات كبيره جدا. دي رقم كام؟ دي رقم 4. summarize how AI will be used in the future in 2-3 sentences، لخص استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل من خلال سطر او سطرين، اول سطرين اللي هم دول. بعد كده what new job do you think AI will help with the future، ممكن نقول مثلا وليكن help scientists، يساعد مثلا العلماء مثلا ايه find the better ways to protect our pets، يعني ايه نلاقي طرق جديده عشان نحمي فيها كوكبنا. تمام كده. ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي as a trainer، كمدرب or coach. تمام كده. دي كلها استخدامات للذكاء الاصطناعي ممكن يعملها في المستقبل. choose اختر heavy clothes protect us from showing our emotions، إظهار مشاعرنا بيساعد الناس يفهمون أكتر. he won a prize for his innovation، ابتكاره. I love how you can customize this robot to answer in Arabic. بعد كده the problem will be solved. C lunch will be served. بعد كده the documents هتبقى will be sent بالتي. a new mall اللي هو سوق تجاري will be built. the car will be fixed. the test will be prepared، هزود بس حرف الدي على الفعل دوت. the invitation cards will be printed. بعد كده قصة story why did they need money، ليه كانوا محتاجين فلوس. هقول مثلا وليكن to buy لكي يشتروا to buy seeds tools and soil، يشتروا بذور وأدوات وتربة صالحة للزراعة. What do you think helped زينة stay motivated when things were hard؟ ايه اللي تفتكر من رأيك الشخصي اللي ساعد زينة انها تبقى متحفزة وتبقى متمسكة برأيها لما الموضوع كان صعب؟ ممكن نقول مثلا ايه she has dreams because أو she has a dream and she wanted to do something good for her school. choose اختر السؤال اللي بعده. زينة was honest about how the donated money would be used. أمين خصوص إن كانت إيه المفروض إيه يتم التبرع بيه. instead of quitting زينة showed great determination، إصرار رهيب جدا. تمام. بعد كده دي إيميل 110 كلمة to مازن عن إيه the future of AI and robots. اسمك هنا إيه حمزة. بعد كده review دي مراجعة. سارة and her cousin أحمد are discussing school project about artificial intelligence and personal development. سارة وابن عمها أحمد بيتناقشوا مع بعض عن مشروع المدرسة بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي والتنمية الذاتية. أول سؤال بيقول Hi أحمد how is your science project going؟ إزاي مشروع العلوم ماشي معاك؟ هقول it is going great مثلا نكتب it is going great it is wonderful. تمام. الجزء اللي بعد من كده that's great هذا عظيم. what exactly are you working on؟ ايه انت بالظبط شغال على مشروع ايه بالظبط؟ موجود في العنوان ذات نفسه. about artificial intelligence and personal development، عن الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالتنمية البشرية. بعد كده I've been researching how AI can help students learn better. ممكن مثلا ايه what نسأل what I have تبقى have you been searching ونقف على لغاية هنا. دي الإجابة اللي تحت اهيت. That sounds really good. Do you think people will understand AI easily؟ هل تعتقد إن الناس تقدر تفهم الذكاء الاصطناعي بسهولة؟ Yes I do. الموضوع مش صعب خالص. Yes I do. سؤال إجابته I hope to represent it as a national science fair next month. أود وأتمنى إن أعرض المشروع بتاعي تمام كده في معرض العلوم القومي الشهر القادم. هو مثلا ايه when will you present it؟ هتقدم المشروع بتاعك امتى؟ يبقى الشهر القادم. بعد كده هوصل الكلمة بالتعريف بتاعها. determination إصرار تبقى strong decision to achieve something، يعني نية قوية أو قرار قوي عشان أحقق حاجة معينة. misunderstood سوء فهم not correctly interpreted، يعني ايه ما قدرتش أفسر أو أترجم
الموضوع بشكل صحيح. customize تمام كده يخصص made to suit particular person's needs، بيخصص على حاجة يحتاج الشخص دوت اللي قدامه. بعد كده the teacher has already noticed، عشان has بيجي بعدها البي بي noticed. if students had been، الحالة التالتة had been more respectful classroom management would have been easier. many teenagers feel تبقى stressed بالايدي. بعد كده the school has initiated هنزود بس حرف الدين. students who show honesty، عشان كده كلمة show ديت بيجي بعدها صفة، صح ولا اسم؟ العكس طبعا، اسم. honesty معناها صادق أمين، دي صفة. نحول صفات لاسم بإضافة إيه؟ حرف الواي. بعد كده read and complete، اقرأ وأكمل. modern education requires students to develop strong personal confidence. many successful learners show great determination، إصرار عظيم when facing challenges. when teachers customize students' learning experience, they achieved better results. However, some students still feel confused. طبعا الناس تحس بالارتباك تشويش about new technologies. Each student has different talents that should be developed. ده 4. اختر what is special about Egypt new capital. ايه الشيء المميز بخصوص العاصمة الإدارية الجديدة؟ هنقول طبعا ايه؟ smart technology، التكنولوجيا الحديثة. what energy is Egypt developing. ايه هي الطاقة اللي مصر بايه بتنميها؟ هتبقى solar power، الطاقة الشمسية. one of the challenges is in the text is about overpopulation، طبعا ده السكان الزيادة السكانية. why is Egypt investing in solar power. ليه مصر بتستثمر في الطاقة الشمسية؟ هنقول طبعا to protect من ايه او to produce clean energy، عشان ننتج ايه؟ طاقة نظيفة. to produce clean energy. بعد كده how are young Egyptians shaping the future. ازاي الجيل الصغير بشكل المستقبل من خلال ايه؟ هنقول طبعا through technology and social media businesses. تمام؟ بعد كده نقرا مع بعض القطعة ونفهم معناها بيتكلم عن ايه. A rapidly changing world, innovation plays an important role in education. في عالم اليوم المتسارع تغير العالم ايه؟ بابتكار بيلعب دور مهم جدا في التعليم. يعني العالم دلوقتي حاليا فيه تغير متسارع مش قادرين نلاحق عليه. Schools around the world are using advanced technologies to improve learning experiences. يعني المدارس حول العالم بتستخدم تكنولوجيا حديثة متطورة عشان تحسن من خبرات وتجارب التعليم. Artificial intelligence has gained popularity in classrooms, helping teachers customize lessons for individual students. يعني الذكاء الاصطناعي اكتسب سمعة طيبة في الفصول الدراسية من خلال مساعدة المدرسين وتخصيص الدروس للطلاب كل فرد على حدة. This technology can identify students' strengths and weaknesses. هذه التكنولوجيا تقدر تحدد نقاط القوة والضعف لكل تلميذ. Providing personalized support، مع تقديم الدعم المناسب لكل شخص. Many educators believe that AI tools can support students' confidence and reduce stress. معظم المعلمين بيعتقدوا إن الذكاء الاصطناعي من خلال أدواته متعددة يقدر يدعم الطلاب ثقته في نفسهم، تمام كده، ويقلل التوتر والضغط. When students receive immediate feedback, they feel more motivated to continue learning. لما الطلاب بيستلموا التغذية الراجعة الفورية ديت بيحسوا بشعور بالتحفيز إنهم يكملوا تعليمهم. However, some parents worry that technology might replace human connection in education. على الرغم من ذلك في بعض الآباء والأمهات قلقين إن التكنولوجيا ديت ممكن تستبدل العامل البشري من خلال التواصل في التعليم أو التواصل البشري في التعليم. بعد كده choose، اختر what is the main idea of the passage. الباسج دوت بشكل عام بيتكلم عن ايه؟ طبعا هيتكلم عن التكنولوجيا في التعليم. Technology in education has both benefits and downsides، فوائد وعيوب. بعد كده according to the passage what can AI help teachers do. هتبقى customize lessons for individual students، انها بتخصص دروس لكل طالب على حدة، كل واحد ومستواه. how might parents feel about technology in education. يعني الوالدين حاسين بايه من ناحيه التكنولوجيا في التعليم؟ هنقول انهم ايه؟ قلقين جدا. some parents worry that technology might replace human connection in education. دي رقم ايه؟ 3. summarize how schools are helping students develop strengths. لخص ازاي المدارس بتساعد الطلاب، تمام كده، في تنميه قواهم، نقاط القوه بتاعتهم. نقول مثلا
artificial intelligence has gained property in classroom helping teachers listen visual تبقى دي من أول هنا بالظبط. when students receive immediate feedback they feel more motivated to continue learning. دي الإجابة الاثنين، دي الإجابة الرابعة. 5 what do you think will happen to traditional classrooms in the next 10 years. ممكن حد يقول I think it will أو they will disappear. أعتقد إن الفصول الدراسية هتختفي في غضون 10 سنوات. في حد يقول لا they will be developed هتم إيه؟ هتكون متطورة ساعتها أكتر من الأول. كل إجابة صح من دول عشان دي حاجة يعني إيه؟ دي حاجة سؤال نقدي يعني كل الإجابات متاحة، كل الإجابات صحيحة. بعد كده rewrite إعادة كتابة if she had studied harder she تبقى would نكتب would الأول have passed. if في الحالة الثالثة if ماضي تام نحن هنا فاعل would have زائد البي بي. the new library تبقى will be built بالتيم B-U-I-L-T. many books about artificial intelligence have been written. choose اختر she has always been هتبقى about new technology she always wants to learn more عاوز تتعلم أكتر تبقى curious فضولية. if his limits he wouldn't have got injured if he had known ماضي تام. the message will be sent مبني مجهول. his strengths helped him overcome many difficulties قوته كان سبب انه يتغلب على معظم الصعوبات او كثير من الصعوبات. بعد كده the background الخلفيه بتاعت التطبيق دوت is that can adapt to each user need انها تقدر تتكيف مع كل مشغل ولا strengths نقطه القوه بتاعت التطبيق دوت هتبقى strengths طبعا. if I had الحالة الثالثة ماضي تام she felt when she couldn't understand the advanced mathematics لما مش قادر يفهم رياضة متقدمة هتبقى confused التشويش حسب الايه بالتشويش مشوش. this بتعمل في الكلمة بتنفيها طبعا بتساوي كلمة not. بعد كده the students showed great determination إصرار رهيب. دي القصة. why is it important to respect all opinions in a team. دي يعتبر سؤال يعني ايه نقد شوية فكل الإجابات برضو ايه لحد ما متاحة. ممكن نقول مثلا ليه الأفكار ليه من المهم واحد يحترم كل الآراء في فريق. ممكن نقول everyone in a team has different opinion كل واحد في فريق عنده رأي مختلف تمام كده. and everyone also has a talent كل برضه فيه عنده موهبة. if we collected all the talents and opinions we can reach to a way or different way to think. لو احنا استمعنا وجمعنا كل الافكار ديت ممكن نوصل لطريقه مختلفه في التفكير تمام كده دي محتمله. السؤال اللي بعده how did Zena try to get money for the project. ازاي زينة حصل على النقود من الايه للمشروع. نقول مثلا ايه she got it from the local community يعني حصل عليه من الجمعيه المجتمعيه او مؤسسه المجتمع المدني الموجوده في قريتها او في مدينتها. بعد كده زينة felt when students laughed at her لما عليها في الاول خالص هتبقى ignore تجاهلوها طبعا هي تجاهلتهم كان كل واحد بيضحك عليها وبيتريق عليها فهي عملت ايه تجاهلتهم. بعد كده the team could build a better watering system نظام ري. وبكده انتهى الامتحان الوحدة الثالثة والمراجعة الوحدة الثالثة.